السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتين صباحي وجدت فيه طاجين بالخضر ساهل، نتمنى يعجبكم، وكيك يومي اقتصادي رخامي كيف ما تيبان لكم. وخليكم معايا توزوا معايا هذا الروتين، نتمنى يعجبكم. بالنسبه للطاجين كنحتاجو القطع ديال الدجاج اولا اللحم. المهم انا اليوم درتو بالدجاج، قطع ديال الدجاج مع بصله كبيره مقطعه صغيره والتوابل، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، وراس معلقه صغيره ديال الابزار. ذوبتهم في نص كاس ديال الماء دافي، نخلطوهم مزيان حتى كتذوب هاد التوابل صافي. وكنضيفوها للطاجين، وكنضيفو الربيع مقطع مخلط، قزبر والمعدنوس، ودريس كبير ديال الثومه محكوكه، وربعة المعالق كبار ديال زيت الزيتون. يمكن لكم ديروا زيت المائده، زيت العادي. وكنخليو هاد الدجاج كيتشحر مع البصله والتوابل والثومه حتى كيتشحر مزيان. وهذه هي الخضر اللي غادي نديرها في الطاجين: لوبيا وفيزو والقرعه الخضراء. ضفت اللوبيا والجزر كنضيفهم عشوائيين، طاجين ساهل. وكنضيف القطع ديال القرعه وبطاطا. صافي. وكنضيفوا واحد القطعه ديال الحامض مصير وفلفله حاره، وكنرشوا الربيع من الفوق، وكنخليوه على نار مهيله، وكنديروا شويه ديال الماء الكافي اللي طيبنا فيه الطاجين. ومن بعد ما دازت واحد الساعه كيف ما كتشوفوا تقريبا طاب الطاجين، خاصو غير شويه. وغادي نوجدو للغدا. وهذا من بعد ما وجد كيجي طاجين رائع. واللي بغى هذيك البطاطا وداكشي يكون فيها حتى هي لاصوص يقدر يهز ليها لاصوص من الجوانب ديال الطاجين، كتضيفوهم من الفوق. انا كيعجبني بحال هكا. ومن بعد ما داز الغدا دابا غادي نحضر معكم كيك رخامي اقتصادي اللي كنحتاجو فيه قبيصه ديال الملحه، وربعه البيضات صغار اولا 3 البيضات كبار، كاس ديال سكر سنيده، وكاس ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت، وساشي ديال الفاني، وحامضه محكوكه، حامضه اللي غادي نحكها، وساشي ديال الفاني، 2 خمارات، والدقيق على حساب الخليط. غادي ندير هاد الكيكه في المول الطويل اللي ديجا دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. ودابا غادي نطرب البيض مع قبيصه ديال الملحه وكاس ديال السكر سنيده وساشي ديال الفاني. كنطربو بالطراب الكهربائي اولا الخلاط، كنطربو مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. وكنضيفو الزيت تدريجيا. وكنضيفو الحليب، كاس ديال الحليب، وحامضه اللي كنحكها مزيان بالحكاكه الرقيقه. وكنضيف الطحين تدريجيا. الطحين كيبقى على حساب الخليط، المهم الكيكه ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله. تقريبا خدات ليا واحد 2 كيسان ونص. ضفت لها واحد 2 معالق ديال العصير ديال الحامض. وحنا كنطربو مزيان.
كنضيفوا الخمارات، ضروري نغربلوهم باش كيحيدوا منهم هذوك الكويرات. نطربوا مزيان. دابا غادي نقصوا تقريبا واحد نص زلافه من هذا الخليط باش نضيفوا ليه الكاكاو. وفاش كنضيفوا الكاكاو يعني العجين كيتقى شويه، كنضيفوا واحد المعلقه ديال الحليب باش كيبقى بحالو بحال الخليط الاول. صافي في المول كنضيفوا شويه من الخليط الابيض وشويه من الخليط الاسود ديال الكاكاو. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. صافي دابا من بعد ما كملت العجين ديال الكيك كامل، كناخذ واحد العود ديال الشوا وكنديروا به واحد الخطوط عشوائيه، هو اللي كيجيب لنا داك الشكل الرخامي من الداخل. صافي والفران ديجا كيكون مسخون على درجه حراره 180 درجه في الفرن الكهربائي. صافي كندخلها للفرن، كنشعل عليها من التحت حتى كتطلع، وكنطفيو لتحت كنشعلوها الفوق باش كيتحمر الوجه. وهذا هو الكيك من بعد ما خرجته من الفران، كيجي رطب الشكل ديالو زوين. يمكن لكم تزينوه من الفوق، انا خليته بحال هكا. يمكن لكم تزينوه بالكونفيتور اولا ناباج، انا خليته بحال هكا. كيف ما كتشوفوا كيجي رخامي من الداخل. كنتمنى هاد الكيكه تعجبكم، وكنتمنى هذا الروتين اللي ساهل ماهل اللي وجدت فيه الطاجين بالخضر والكيك الرخامي. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.